السلام عليكم. معكم إبراهيم الشربجي. إن شاء الله في الكورس ده هنرجع نكمل شرح لارافيل مع راكت انيرشيا. هنكمل بلارافيل 13 وراكت انيرشيا فيرجن التالت. الفيديو ده هيكون طويل شوية، هنشرح فيه أهم المبادئ الأساسية في انيرشيا، أهمها الواي فايندر. هنشرح شوية عن السنجل بيج ابلكيشن، وهنعمل كراد كامل لنظام ستودنت صغير. اول حاجه هتلاحظها في الاصدار الجديد من الستارتر كيت هنا، اللي هم ضافوا بليت كومبوننت لانرشيا، اللي هو من خلالها راكت انرشيا هتنادي على ملف البليت عشان تبدا مشروع الراكت. فعندنا اول حاجه كومبوننت الهيدر هنا هنبدا بيضيف فيه اي ميتا تاجز بنستخدمها في عناصر الرياكت، على طول هتيجي تتحط هنا تتحط هنا. يعني مثلا ضفت الميتا زي التايتل هنا، او غيرته من هناك من الملفات التايب سكريبت، او ضفت مثلا ميتا تاجز او اي ميتا عموما، او اي حاجه لازم تتحط في الهيدر هتيجي هتتحط هنا. تاني حاجه عندنا كومبوننت الاب ده اللي رياكت بتبدا بيه المشروع. يعني رياكت بتعمل كرييشن اب هنا في الملف الاب دوت تايب سكريبت، هتبدا تجيب الاب تعمل لها كريت انرشيا اب، تبدا تشوف الكومبوننت بتاع انرشيا اللي محطوط في البليد، وتبدا تعمل المشروع رياكت من بدايه من النقطه ديت. فالوقت في كريت انرشيا اب على طول بنجيب الاب ونبدا نريتيرن الفيو بتاعه عشان يجي يتحط هنا. بعد كده مثلا بنستخدم البروفايدر اللي احنا عايزينها. فعندنا مثلا التول تيب بروفايدر ده هنستخدمه قدام، لكن اهم حاجه مثلا التوستر ده هنستخدمه كمان شويه، لما مثلا رساله نجاح بتتم. رياكت انرشيا في الستارتر كيت وفروا لنا نظام على طول الفلاش يظهر، بدل ما كنت هتيجي تاخد الستارتر كيت القديمة وكنت لازم تعدلها عشان تظهر الفلاش في الملفات الجافا سكريبت او التايب سكريبت بطريقة كويسة. فهم على طول ظبطوا لنا السيم او الستارتر كيت، على طول التوستر هيشتغل معاك. وتاني حاجة مثلا عندك برضو انيشالايز سيم، ده برضو هتساعدك في اللي هو الدارك مود واللايت مود. لكن اهم اضافه جديده بقى عملوها اللي هي اللي اوت. اللي اوت ديت في الاول والاخر احنا بنتكلم على رياكت بتساعدنا ان احنا نعمل كومبوننت ونبدا نستخدمها في اكتر من مكان عشان تسهل الشغل. فمثلا في الوضع الطبيعي مثلا نجيب صفحه مثلا زي مثلا زي الاندكس ديت، فاحنا مثلا عندنا كومبوننت زي الكارد ده. هي دي مش لاي اوت، بس بنفس الفكره، انت بتجيب اللاي اوت وتقوم محاوطه على الاجزاء المعينه. فمثلا هنا استخدمنا الكارد وقمنا ضايفين جواه الشيلدرن اللي هو هيكون فيه هيدر في كونتنت كده. فقالوا لك بدل ما نقعد نستخدم ده مثلا الصفحات ديت جوه صفحات الداشبورد، فالداشبورد ليها لاي اوت. قالوا لك بدل ما تيجي هنا كده اهو وتكتب مثلا داشبورد لي اوت كده وتبدأ تستخدمها، بدل ما تعمل كده على طول هتقوم ضايفها هنا في الاب تايب سكريبت. هي الطريقة دي لها عيوب وليها مزايا. الوقت المزايا اللي انت مثلا كله مثلا صفحات الداشبورد بدل ما تقوم تمشي عليهم كلهم وتبدأ تعمل امبورت للداشبورد لي اوت وتضيف اللي اوت ليهم، لا هي تضاف بشكل اساسي، لانها هي ولا انت خدت بالك هنا سويتش في الديفولت لو هو مش الصفحات ديت فنروح للاب لي اوت. ليها بقى عيوب لو في مثلا عندك اكتر من لي اوت. عندك اكتر من لي اوت في مثلا الفرونت اللي هي واجهات الموقع الاساسيه اللي هي الترحيب وكده هيبقى لي اوت، وليه مثلا الداشبورد هيبقى ليها لي اوت، ومثلا ممكن تعمل لي اوت تالت لو انت عايز. هتبدا بقى هنا تظهر معاك المشكله اللي انت هتقعد تعمل كيسز. مثلا هنا كيس قال لك لو النيم بيستارت ويز الاوثنتيكيشن دي اللي هي صفحات تسجيل الدخول وكده، قال لك هنستخدم الاوث لاي اوت. خلينا نشوفها احسن في المواقع. لو جينا هنا نبص هنتلاقي ان الاوثنتيكيشن هنا ليه لي اوت الخاص بيه. مثلا ممكن تجيب دي كده هنا كده هنا، ولا رحنا على الاوث لاي اوت ممكن تضغط عليها كده كنترول تضغط عليها. اهم حاجه هنا ممكن تنزل تيجي هنا في في الاكستنشن وتكتب انيرشيا. ممكن تثبت الاتنين دول هيساعدوك جدا في في الشغل هنا مع رياكت انيرشيا. بعد كده هتروح على الفايل ريفرنس، بعد كده سيتنجز، هتكتب هنا انيرشيا. تمام، افتكر هنا تضيف تايب سكريبت، وهنا نكون تايب سكريبت تمام، وهنا تايب سكريبت. ممكن تلاقي عندك جافا سكريبت، ممكن تلاقي فيو كمان، فاستخدمها تايب سكريبت عشان احنا هنا في رياكت. فالوقت لو انت اخدت بالك ان الاوثنتيكيشن لاي اوت جاي من الملف اسمه جوه اللاي اوت في اس سمبل لاي اوت. لو ضغطنا على كنترول
هنقوم جايين هنا هتلاقي ان عندك 3 لاي اوت بس عشان الاوثنتيكيشن. فانت ممكن تبدل ما بينهم زي ما انت عايز تبدل ازاي. شغل رياكت عادي، انت اهم حاجه في الكورس ده اللي انت بس تكون عارف اساسيات رياكت واساسيات لارافيل. فلو جيت هنا كل حاجه تيجي تغير القص قص سيمبل لاي اوت مثلا، هنختار ده. نعمل كده اف 12، تضغط اف 12 عليه عشان تحدد كده وتعمل كنترول، وتيجي هنا تقوم حاطه هنا. تعمل هنا ريفرش على طول، ايه بقت مفصولة لجزئين. في واحد تالت اللي هو الكارد ده ممكن تستخدمه، تيجي هنا ترجع نفس الكلام وتقوم حاطه هنا، ويقوم على طول ايه شغال معاك. نرجع نتكلم على اللي اوت. اللي اوت هنا هتلاقي مكتوب فيه النيم. النيم ده مش مقصود بيه لا الرابط ولا الاسم بتاع الرابط. في مثلا هنا مجلد الويب مش مقصود بيه ده ولا ده. لو رحنا للاب تاني، النيم ده مقصود بيه المجلد الموجود في الملف التايب سكريبت بتاعك. فمثلا انت عندك هنا جوه الملف مجلد الريسورس، عندك هنا الجافا سكريبت، هنا بتبدا اي حاجه تبع رياكت انيرشيا بتحطها هنا. عندنا هنا الاب اهو تايب سكريبت. عندنا اول حاجه قال لك لو النيم ويلكم، ايه قصده النيم ويلكم؟ قصده هتروح جوه مجلد البيجز، هتلاقي عندك هنا ملف اسمه ويلكم. تمام، هو قصده كده يعني. قصده لما تقول النيم ويلكم، قصده هتروح الملف جوه البيجز هنا. او بدل ما تقول مثلا ملف، انت ممكن تقول مجلد. فمثلا قال لك المجلد الاس، وقام عامل لك ايه هنا السلاش. قال لك جوه اي حاجه جوه الاس هتحط عليها الاس لي اوت. تمام، قال لك بعد كده عندك بقى ممكن تستخدم نفس الكلام، ممكن تستخدم 2 لي اوت. عندك استخدم الاب لي اوت، بعد كده جوه كمان استخدم السيتنجز لي اوت، هنشوفها دلوقتي. فقال لك دي فين؟ قال لك هنا في السيتنجز. قال لك التلاتة دول بيتطبق عليهم ايه؟ الاتنين لي اوت. لو احنا رحنا الموقع، لو جيت هنا الموقع مثلا عملت حساب، عملت اي داتا كده، هتتلاقي هنا في السيتنجز، هتتلاقي انت عندك الداشبورد اللي اوت، الاب لي اوت العادي، بعد كده في السيتنجز اللي اوت اللي هي التلاتة دول. لو رحنا على السيتنجز اللي اوت، السيتنجز اللي اوت هنا عامل ناف بار او سايد بار، معلش. سايد بار وتحتيه السكشن هنا الشيلدرن اللي هم موجودين في الصفحة. فبعد كده قال لك ايه؟ قال لك ان الاس عندك ايه؟ الاس هياخد الاس ده، وعندك السيتنجز هياخد ده. قال لك بقى اي حاجه تانية هتبقى الابلي اوت. تمام. قال لك انت مثلا افرض بقى انت مثلا عندك البابليك او الفرونت اند، صفحات الفرونت اند ما انتش عايز مثلا تعملها كده. فانت ممكن تيجي هنا تكتب مثلا كيس. تمام، مثلا زي ما هو قال لك كده، مثلا نيم ستارت ويز كده. بس بدل كده هنتكلم بقى ايه؟ مثلا هنقول بقى بابليك. هتقوم جاي هنا في البيجز وتقوم معرف ايه مجلد اسمه بابليك. مثلا هنا هنرجع نل زي ويلكم كده دلوقتي. اي ملف تايب سكريبت جوه البابليك ده مش هيبقى فيه اي لي اوت. تمام، انا دلوقتي عملت مثال بسيط يشرح فيه ازاي تضيف لي اوت كمان وازاي تعمل الملفات. فاول حاجه قلت له ايه؟ هنا جيت هنا في البابليك في البيجز ضفت مجلد اسمه بابليك وضفت فيه تيست. وجيت على اللي اوت ضفت فيهم لي اوت اسمه بابليك لي اوت. لو انت اخدت بالك في التسميات هنا في الملفات بنستخدم الكباب كيس، لكن لما تدخل جواها بنستخدم اسم الفانكشن بتبقى باسكال كيس. طبعا اكسبورت ديفولت عشان ما يعمل ريتيرن على طول، ده الديفولت بتاع الكومبوننت. عندنا طبعا هنا ده لي اوت، فبنستقبل children، والchildren ده تايب سكريبت بانه خلينا ايه راكت نود. جوه الفانكشن عندنا لي اوت عاديه كل حكايه هيدر وفوتر. تمام تمام. بعد كده هنروح هنا للتست. التست ده جوه ايه؟ جوه ملف البابليك، جوه مجلد البابليك. فهتروح هنا للاب، هنعمل كيس ستارت. لو كيس بيبدا بالبابليك ضيف لي عليه البابليك لي اوت. دلوقتي بقى عشان نبدأ نظهر الصفحة في الموقع، فاحنا محتاجين رابط. هتقوم رايح على فين؟ تقوم رايح على الويب وتبدأ تضيف رابط نو جيت. في كول باك فانكشن هتعمل ريتيرن ايه؟ هناك في البليت كنا بريتيرن فيو، هنا بقى في رياكت هنريتيرن انيرشيا. هو اسمه انيرشيا. هتعمل انيرشيا جوه صفحات البيجز في مجلد اسمه بابليك جواه ملف اسمه تيست. ولا مثلا ضغطت عليه كده كنترول، هتلاقيه هنا يجي عليك هنا. لو رحنا الموقع هنتلاقي مظبوط اهو، هتلاقي البابليك لاي اوت فوق والبابليك فوتر والشيلدرن في النص. فاللي احنا عملناه دلوقتي ان هو بالطريقه ديت كده اختصرنا، اللي هو بدل ما كنت هتيجي هنا تستر وتقوم كاتب كده مثلا بابليك، لا، بدل ما تقوم جاي كده مثلا تكتب بابليك، بعد كده تجيب اللاي اوت تختاره، بعد كده تقفل وتقوم عامل كده. تمام.
كنت هتقوم مثلا هنا رجع null، انت لازم هنا ترجع null، عشان انت لو ما رجعتش null كده هيبقى في اتنين layout في الصفحة، وهنشوف اكتر في الملاحظة الجاية. فالوقتي اخر ملاحظة، الوقتي في public layout انت جاي مثلا كاتب هنا اللي احنا هنستخدم public layout هنا وهنستخدمه هنا. ده الوقتي هيعمل معاك مشكلة، اللي هو هيعيد استخدام اللاyout اكتر من مرة. فلو رحنا الموقع وعملت مثلا F12 هتلاقي هنا ايه، جوه البادي في الديف هنا بتاع الرياكت، تلاقي هنا ايه، هتلاقي هنا اللي اوت الاولاني اللي فتحت المين، هتلاقي استخدم اللي اوت تاني، نفس اللي اوت ضافه تاني. فانت لازم تحدد هل انت تستخدم اللي اوت بتاعك جوه ملف، جوه ملفات هنا كل ملف، او تستخدمه هنا. ولو استخدمته هنا فانت لازم تيجي هنا وتعمل null، عشان تحدد ان المجلد ده ما تضيفش فيه الاب لي اوت. لان مثلا لو شلت ده ورجعت للموقع هتلاقي ضاف لك في اللي اوت، ضاف لك البابليك لي اوت اللي احنا كنا لسه سايبين اللي اوت العادي اللي هو بتاع البابليك لي اوت، وكمان ضاف لك عليه الداشبورد لي اوت اللي هو الفول باك، اللي هو ضاف لك عليه الفول باك هنا. فانت لازم تيجي تحدد هنا null، وتيجي هنا تحدد البابليك. لكن الافضل خليك ماشي على الستارتر كيت، تشيلها من هنا وترجع الكود بتاعك هنا بابليك لي اوت. الجزء ده بدأ يكبر، فإن شاء الله هنقسمه على أجزاء. في الجزء الباقي من الفيديو ده هنتكلم شوية عن الواي فايندر، وازاي رياكت انيرشيا بيستخدموا هنا السنجل بيج ابلكيشن، او ازاي تبدل ما بين الصفحات. فهنا عندك هنا في اللاي اوت هنشيل البابليك لاي اوت ده في الهيدر، وهنبدأ نستخدم كومبوننت اسمه لينك. لينك ده جاي من هنا من انيرشيا راكت. اللينك ده من خلاله زي الانكر زي الانكر تاج، ده اللي بتنقل من خلاله من صفحة للتانية. هتيجي هنا تزود تكتب ال href عشان تبدأ تكتب الايه، الرابط بتاعك. هنستخدم هنا جافا سكريبت. ده بقى هنا بداية الواي فايندر. زمان كنت بتستخدم زيجي، تكتب راوت وتقوم جاي كده وتعمل ويلكم. لكن زيجي اصلا اتمسح من الستارتر كيت الجديدة. اللي بقى موجود واي فايندر. لو رحت هنا على الويب هتلاقي عندك رابط اسمه نيم، قصدي في رابط اسمه هوم. لكن لو اخدت بالك اسمه هوم لوحده مثلا ما اسموش student index. فهتعمل ايه، هتيجي هنا مثلا نفس الاسم ده هتكتب هنا هوم، هتتلاقي اعمل لك ايه import، ايه من الراوت بشكل مباشر. فانت هتقوم ايه ضغط عليه وتعمل قوسين الفانكشن. ده عبارة عن اوبجكت، ممكن تيجي تكتب كده جواه URL، اقوم جايب لك نفس الكلام الرابط. خلينا ايه اوبجكت عادي دلوقتي. لكن انت اهم حاجة تاخد بالك ايه، الهوم جاية من الراوتس. الراوتس دي بتكون متعرفة فين، بتعرفها هنا. يعني قبل ما نروح للتعريف لازم تفتح الكوماند لاين. هتكتب دايما كده اما تضيف اي رابط جديد، انا على طول بكتب PHP artisan optimize ايه clear، نمسح الكاش بتاع الرابط. تاني حاجة هتقوم كاتب ايه way finder. اتعود كده دايما اي امر او اي مشكله هتحصل معاك في الروابط هترجع دايما تكتب الامر ده optimize clear. بعد كده هتعمل way finder generate وزود عليها with a for. هتعمل انتر. هتتلاقي الكاريت عندك هنا حاجتين، الاكشنز والراوت. احنا هنركز دلوقتي على الراوت. باختصار يعني الراوت اي حاجه تبع الرابط هتكون فيها، والاكشنز اي حاجه تبع الكنترولرز هتكون في الاكشنز. الملف ده فين في ريسورسز جافا سكريبت اكشن، ولا عملنا كنترول ورحنا عليها هتتلاقي هجت هنا. هتتلاقي هنا كل الروابط بتاعتك. انت لو رحت هنا مثلا على الاندكس هتتلاقي هنا مثلا عندك رابط اللوجين. كل الروابط هتكون معموله هنا اوبجكت كلها. فمثلا رابط التست اهوت عندنا هنا URL والميثود بتاعته جيت. تمام. لو مثلا دورنا على الهوم هتتلاقي الهوم موجوده هنا اهيت. تمام. فانت كل حكايه بتعمل هوم وتقوم ايه اعملها فانكشن، فكده الرابط بتاعك اتعمل. لو رجعنا الموقع هتلاقي هنا عندك رابط اسمه ايه هوم، ولا ضغطت عليه هتلاقي وداك هنا. نفس الكلام لو رحنا مثلا على صفحة الويلكم. لو رحنا هنا على صفحة الويلكم هتلاقي هنا عنده ضايف 3 روابط: رابط داشبورد، رابط اللوجن، رابط للريجستر. لو جينا بقى نبص على الروابط بتاعتهم او الامبورت بتاعهم هتلاقي نفس الكلام اللي هو اخده من راوتس. فهنزود هنا لينك تالت اللي هو التست، زي ما هو بيقول لك هنا. لو انت رحت على ملف الويب هتلاقي اللي انا مسمي هنا اسمه تيست. فانت كل الحكايه تقوم كاتب هنا التست وتقوم فتح الاكواس.
طبعا انا اصلا ما عملتش امبورت، فانت ممكن تيجي على تكتب كنترول مسطره، هيجيب لك ايه الامبورت ايه. خلي بالك بس، خلي بالك اقرا الامبورت قبل ما تعمل. هنا اد امبورت من ملف التست، ده بيرجع ايه جافا سكريبت اليمنت. لكن احنا مش عايزين ده، احنا عايزين التاني. لو رحت عليه كده ده بيرجع من الراوت، فاحنا هنعمل امبورت ده. قال لك ايه، عمل له هنا امبورت ايه من الراوت. تمام. ده ابسط طريقه عشان تستخدم واي فايندر مع روابط. لكن لو انت خدت بالك إيه، لازم تاخد بالك احنا بنستخدم ايه. احنا النيم بتاعنا كلمه واحده، احنا النيم بتاعنا ايه كلمه واحده، فعلى طول جابها من راوتس. الوقت مثلا بدل ما تكون كلمه واحده، ايه اللي هيحصل لو ضفنا كلمتين؟ فمثلا هنسيب التست وهناخد تيست، لكن هيبقى تيست اتنين. لكن بدل تيست اتنين هيبقى تيست مثلا دوت اندكس. تمام. وهنعمل مثلا واحد تالت تيست دوت كريت. تمام. ايه اللي هيحصل لو عملنا كده؟ اما تروح هنا في الاستدعاء بتاعهم وتعمل بقى لينك، هتقوم جايب تاني حاجة هنا اندكس، فانت هتنادي على اندكس، هتقوم قايل ايه اندكس. بس قبل ما نعمل كل ده اصلا، اتاكد ان انت عملت اوبتمايز كلير، وتاكد ان انت عملت ايه وي فاوندر جنريت. تمام. هتقوم كاتب هنا اندكس. لو انت اخدت بالك قال لك ايه، هتاخد بالك هنا اللي انت عندك ايه راوت تيست. هتتلاقي عندك هنا ايه، تضغط ايه انتر عليه وتعمل ايه الاكواز. هتتلاقي جاب لك ايه، جاب لك الاندكس من راوت، راح على الراوت. بعد كده في ايه مجلد، او مجلد ايوه اسمه تيست. فهو بيتعامل مع الكلمه الاولى على انها مجلد اللي هي قبل الدوت. فمثلا تاني نجرب تاني، مثلا هنا نسميه اندكس. نجرب تاني ايه مع التالت. هنعمل لينك. هنعمل لينك التانية كان اسمها كريت، لكن كريت ايه من من الراوت تيست. فتضغط عليها وتعمل ايه علامة الاقواس. طبعا هما كلهم اصلا بيرجعوا نفس الصفحة، فانت اما تتنقل هتتلاقيك بترجع ايه لنفس الصفحة. رحنا هنا هتلاقي التلات روابط اهي، كلهم بيودوا لنفس الصفحة، او كلهم بيرجعوا نفس الانيرشيا، نفس الملف الرياكت نفس الصفحة. فكأنك بترجع لنفس الصفحة اللي تضغط هوم. فكده دلوقتي انت عرفت شوية من اساسيات واي فايندر. ان شاء الله في الجزء التاني هينزل الفترة الجاية، هنعرف بقية اساسيات الواي فايندر. وهنبدأ بقى نتكلم على مثلا على فول كرات، الاندكس، الكرييت، الستور، الشو، كل المعلومات اللازمة عشان تفهم الواي فايندر. بعد كده كمان قدام بقى اكتر هنبدأ نشتغل على مشاريع اكتر ان شاء الله.